يعني بعد فترة كده بدأنا نقول احنا عاوزين نسقط المجلس العسكري، وطلعنا شعار يسقط يسقط حكم العسكر. بس هل يا ترى فعلا اسقاط المجلس العسكري هو اسقاط حكم العسكر؟ النقطة دي محتاجين ان احنا نوضح فيها شوية حاجات عشان بس نعرف احنا ماشيين فين. اولا المجلس العسكري ما هو الا رأس جديدة للنظام، مش هو النظام. فاحنا اسقطنا مبارك، لو اسقطنا المجلس العسكري هتجيلنا راس تانية، في حين ان النظام لسه محتفظ بنفسه. طيب الحل التاني ايه؟ الحل التاني ان انا الخيوط اللي المجلس العسكري ماسك بيها البلد، اللي المنظومة دي داخلها، وكان هو في ايده التشريع وفي ايده السلطة التنفيذية، ومسيطر تقريبا على القضاء. كان عنده قضاء عسكري بيحيل بيه للمدنيين لما بيحب، كان عنده قضاء مدني اللي هو احنا عارفين ان هو فيه مشاكل كتيرة جدا، وهو مش مستقل بنسبة 100% ولا حتى يمكن بنسبة 50%. فدلوقتي هو ده النظام اللي احنا عاوزين نسقطه. هنسقطه ازاي؟ ده عمره ما هيسقط مرة واحدة. اولا لان هو مش منطقي اسقاط النظام ده مرة واحدة بالسيناريو قدامه ويقولنا مش هينفع، وحتى بالسيناريو المدني مش هينفع. ليه؟ لان انت لما بيبقى عندك توأمين ملتصقين مش بتروح تجيب جزار وتقول له افصل، يعني بتجيب اطباء في الاوعية الدموية، واطباء في العظام، وبتجيب اطباء في الاعصاب، وبيعملوا عملية جراحية دقيقة جدا بتاخد وقت طويل، وعملية تأهيل بعدها عشان التوأمين دول ينفصلوا. فاحنا عاوزين نفصل الاثنين دول عن بعض. لازم نبدأ نسحب سلطات المجلس العسكري او سلطات المؤسسة العسكرية تدريجيا. ازاي بقى؟ اول حاجة التشريع، ده اللي احنا بدأنا فيه. اخدنا مجلس الشعب، بقى عندنا في مجلس الشعب دلوقتي مهمته التشريع والرقابة مع مجلس الشورى. فاحنا لازم ندرك اهمية دعم مجلس الشعب ومجلس الشورى، اهمية المطالبة بان الحكومة اللي مشكلة دي تبقى حكومة من عندي، ان الخطوة اللي كان المفروض يعملها المجلس العسكري ان هو يحل الحكومة اللي موجودة دلوقتي ويخلي مجلس الشعب هو اللي يشكلها. لان الاثنين دول مع بعض هم قوة الضغط الحقيقية لبداية التطهير الحقيقي. فاحنا محتاجين دلوقتي ان احنا نرتب اولوياتنا. احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا عاوزين ازاي نسقط النظام؟ وطالبنا بيه اللي هو اسقاط النظام. عشان نسقط النظام مش اسقاط المجلس العسكري لوحده، لا احنا محتاجين نسقط المنظومة كلها بكل تفاصيلها. قلنا ان النظام عبارة عن عندك سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية. الثلاث سلطات دول كانوا متركزين في رأس النظام. لما سقط رأس النظام فضل بقية جسم النظام محتفظ بالسلطات دي. فكنا اتكلمنا ان احنا محتاجين نسحب منه الحاجات دي تدريجيا. فاز الدكتور محمد مرسي، بقى اخذنا السلطة التنفيذية، فقدنا السلطة التشريعية، اخذنا السلطة التنفيذية. انت عشان تبدأ تعمل عملية تطهير وتسقط النظام بشكل حقيقي ما ينفعش تشتغل بسلطة واحدة، انت لازم تشتغل على الأقل بسلطتين. فانت كان معاك سلطة اتاخدت، بقت معاك السلطة اللي بعدها، والسلطة القضائية مش معاك. فتعمل ايه؟ لما جاءت عندك السلطة التنفيذية لسه السلطة التشريعية في ايد العسكر اللي هم مواليين لمبارك ومواليين للنظام ككل. كان لابد عشان تبدأ تعمل اي عملية تطهير لابد انت تستعيد السلطة التشريعية تاني. راح حكم العسكر، فضل عندك درعين تانيين. طبعا هي مشكلة مش مشكلة القضاء لوحدهم، هي داخل فيها السلطة التشريعية او التشريع اللي كان فاسد وكان متفصل عشان يحمي المنظومة دي. لكن القضاء عبر السنين الطويلة قوي، طبعا كلنا عارفين القضاء اللي بيتعينوا بالرشاوي، القضاء اللي بيتعينوا بالوسائط. زي ما انتم شايفين مخططات جاهزة وموجودة، ينتظروا التنفيذ. لا يخجلوا في انهم يقولوا المخططات بتاعتهم بعد ما مسكوا كتير من مفاصل الدولة.
وزي ما انتم شايفين كاتب قدامه العسكر، القضاة، الشرطة. أنا قدمت لكم هجومات مختلفة على الشرطة وعلى العسكر وما زالت موجودة حتى هذه اللحظة. خلينا أقول لكم نفس الشخص طلع في مظاهرة وماذا قال عن القضاة تحديدا. خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده ونرجع مرة أخرى. حي على الجهاد لو فيها فساد، حي على الجهاد لو فيها فساد، حي على الجهاد لو فيها فساد. أحمد المنير كلام الحقيقة إن الوقفة بتاعت النهارده هنا مش عشان بس عبد الرحمن عز ولا عشان الأحرار، الوقفة هنا عشان في جولة تانية من جولات الثورة، في الوقت اللي فيه مفيش ولا متهم ولا مجرم تم محاسبته بتهمة حرق 28 مقر للإخوان وقتل أكثر من 11 من كوادرهم، ولا واحد كان البلطجي بيتمسك ويتسلم وبعدها على طول ياخد إخلاء سبيل. تتعمل فبركة وكمين لعبد الرحمن عز في مقر الوفد اللي ما اتحرقش أصلا. فالظلم ده لابد أن ينتهي. مؤسسة القضاء من المؤسسات اللي بتعمل ضد الثورة وبتعمل بكل إخلاص وبكل قوة، واحنا بنقول لها النهارده ان النهارده البدايه، لكن النهايه هتبقى بتطهير المؤسسه دي تماما. مفيش حد من انصار المخلوع هيفضل، مفيش حد من انصار المخلوع هيفضل في الداخليه والاعلام. اديناكم سنتين، فرصه كامله، سنتين ان انتوا تطهروا نفسكم وان انتوا تركنوا الى الثوره والى خيار الشعب المصري، فاخترتوا ان انتوا تركنوا الى الدكتاتوريه، تركنوا الى الظلم، تركنوا الى البلطجه. فاستنوا الثوار اللي هيتعاملوا معاكم زي ما تعاملوا مع مبارك وزي ما تعاملوا مع المجلس العسكري. هنتعامل معاكم سلمية وهيموت منا شهداء تاني، لكن ان شاء الله مصر هتتحرر، مصر هتنضف.